في زمن بعيد حيث كانت الممالك تتلألأ بالقوة والثراء، كان هناك شاب يدعى صالح يعيش مع عمه في قصر بعيد عن المدينة بعد أن ظن الجميع أنه مات في حادث غامض. وعلى الرغم من اعتقاد الناس بوفاته، إلا أن صالح كان حياً، لكنه يعاني من لعنة عجيبة تمنعه من الراحة حتى يفسق 7 أحداث. ذات يوم، كان صالح يراقب الأحداث من فوق سطح المنزل بينما كانت أخته الأميرة الجميلة سلمى تستعد للزواج من ابن الملك في احتفال كبير. عندما بدأت الحفلة، تواجد صالح بين الحضور مستتراً عن الأنظار. رأت سلمى أخاها وهي جالسة بين النساء في أبهى ثوب زفاف أبيض، فبدأت تهمس للنساء بأن الرجل يشبه أخيها المفقود. تجاهلت النساء حديثها، قائلة إنه من المستحيل أن يكون أخوها، إذ هو مفقود منذ زمن طويل. ومع استمرار الحفل، أخذ صالح يترقب اللحظة للقيام بخطته السرية. نادى أحد الرجال في الحفل قائلاً: انظروا إلى تلك الحمامة البيضاء بين الحمام في السماء. وبينما كان الجميع يرفعون أنظارهم للسماء، استغل صالح اللحظة وتسلل نحو شرفة المنزل حيث كانت تقف سلمى، فأخرج القوس وصوب نحوها سهما قاتلا. كانت سلمى ترتدي السواد تحت ثوب زفافها، مختبئة عن الأعين، ولكن صالح لم يرحمها. بعد أن نفذ خطته، ركب حصانه وانطلق بسرعة بعيدا عن أصوات الرجال الذين حاولوا اللحاق به دون جدوى. عندما عاد صالح إلى إخوته الذين ينتظرونه، سألوه عما فعل، فقال: لقد غدرت بي مبررا فعلته بقصة مليئة بالحزن والمغامرة تحكي عن خيانة مزعومة. بينما القصة مليئة بالخيال والأساطير، تحمل في طياتها تحذيرا من الغدر والخيانة وحفظ الروابط الأخوية بطريقة خيالية مبهرة.